بهمة عالية تشرف يسرى على توجيه الحرفيات، بدقة يعكفن على شك وتطريز أحجار كريمة وكريستالية في ثوب يعملن على نسجه قفطانا مغربيا تحاك تفاصيله بحرفية تتوارثها الأجيال. في مشغلها هذا تحول رسوماتها تحفا من القفاطين يتبدى فيها إبداع المصممة وبراعة الصانعات. يسرى الحاصلة على شهادة عليا في التسويق وإدارة الأعمال اختارت أن تستثمر موهبتها في تصميم القفطان المغربي، مأخوذة بحبها الجامح له منذ الطفولة. من الطفوله ديالي وانا ما بين الاثواب والعقيق والخيوط. العشق ديالي القفطان المغربي خلاني ندخل المجال التصميم بهذا اللباس التقليدي الجميل اللي اي سيده كتلبسه كيزينها وكيزيدها واحد الجماليه. كنعرفوا بان القفطان المغربي ما بقاش كيهم غير المراه المغربيه ولا كيهم النساء في العالم كامل. على غرار يسرى تحرص الحاجة رشيدة على تقديم تصميمات متنوعة مرصعة بالعقيق والجواهر بهية الزخارف زاهية الألوان. حب المغاربة وتقديرهم لزيهم جيلا إثر آخر يكرس ارتباطهم كبارا وصغارا به كشكل من أشكال صيانة رموز الهوية الجماعية والثقافة الروحية المحلية. فالقفطان زي تقول الرواية التاريخية إنه رافق المغاربة منذ القرن 12 للميلاد بعمر يعود إلى العصر الموحدي. القفطان المغربي ليس وليد السنوات بل هو لقرون مضت كثيرة. القفطان المغربي كانت كتلبسه المرأة المغربية وهي في وسط القصور، وكان باهظ الثمن، ونهار اللي تعمم كان كل المغاربه كيلبسوه، النساء المغربيات وبناتهم الصغار كل شيء كان كيلبس القفطان المغربي، لدرجه ان تعمات الكلمه الخريب سموا عليه الخريب حيث كان باهظ الثمن وكان كيخرب الميزانيه ديال العائلات. من بعد بدا كيتخفف القفطان في ثواب اللي غير الثوب ديال الخريب وتصاميم غير التصاميم اللي كانت باهظه الثمن، ولا هو الشيء الرامز للمغرب. ودابا القفطان حاليا فهو رمز للمغرب. المعلم محمد واحد من الصناع المهرة في خياطة القفطان، راكم خبرة 30 عاما. حانوته في قلب الرباط غدا مقصد كل باحث عن أزياء متقنة منسوجة بعمل يدوي خالص بدربة وصبر تبدعها أيدي الحرفيين. القفطان هذا يمر من عدة مراحل، وهي مراحل يعني صعيبة وكتاخذ منا واحد الوقت كثير. من طبيعة الحال خص الدقة، خص الفنية، خص يعني الإتقان، خص بزاف ديال الاشياء اللي ديال العوامل اللي كتخلي داك القفطان باش يطلع في واحد التحفه يعني في احسن حله. وهذا القفطان هذا من طبيعه الحال تياخذ منا واحد الزمن طويل، ربما اشهر. من طبيعه الحال الخدمه ديال اليد راه كتاخذ واحد الوقت يعني واحد المثابره وواحد الجهد باش يلاه كنتوفقوا باش نوجدوا هذا القفطان هذا اللي هو عنده واحد الصيت عالمي وواحد القيمه في الوطن العربي والمغربي بالخصوص. لوحات باذخة الجمال تقدمها دار بن جلون لتزيين العرائس بتشكيلات مبهجة تحتفي بالحياة وتبرز ألق ورونق القفطان المغربي، رونق يتحدى كل مظاهر العصرنة والموضة الحديثة ويميز زينة المرأة المغربية منذ قرون وإلى اليوم. قطعة بديعة يشكلها القفطان المغربي ورمز متفرد للهندام الأصيل، خرج من حدوده الجغرافية إلى العالمية وأمسى أيقونة إرث حي ومتجدد من روافد الثقافة المغربية العريقة.
القفطان المغربي إذن ليس محض حلة تحرص النسوة على ارتدائها في الأفراح والأعياد فقط، إنما جزء أصيل في التراث الثقافي والهوية الاجتماعية الخالصة، وعلامة مغربية متفردة ذاع صيتها خارج حدود البلاد، وصارت مثار اهتمام كبار المصممين في كل أرجاء العالم. غزلان أمجود، تريتي عربي، الرباط.